السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبتكم اليوم في موقع الحدث، في قلب الحدث، وأنا الآن اليوم الجمعة 9 رمضان 1444، وأنا الآن في الأسواق ومحلات التجارية في سوق النويعمة. هذه المحلات المكتظة والكثيرة جدا جدا، وهذه المنطقة التجارية يقع فيها صرح من صروح الخير، وهو جمعية البر الخيرية بالنويعمة. يا أحبة الكرام، هذه الجمعية يشهد لها القاصي والداني بأنها جمعيات في جمعية واحدة لما تقوم به من مشاريع في رعاية اليتامى والأرامل والمساكين والمحتاجين، وكذلك الحقيبة المدرسية وكسوة الشتاء وسقي الماء، وكذلك إعانة المتزوجين، وكذلك مشاريع كثيرة أكثر من 30 مشروع. هذه الجمعية يا أحبة الكرام فيها أكثر من 2200 مستفيد، فيها أكثر من 2200 مستفيد. فهذه جهود عظيمة، لكنها تحتاج إلى وقفتكم يا أهل الإحسان، يا أهل البذل، يا أهل الجود، يا أهل الكرم. اليوم يوم جمعة وعصر جمعة، ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى لكل من نشر هذا المقطع ولكل من ساهم فيه أن الله أسأل الله أن يعلي مقامه وأن يبارك له في ماله ولده. اليوم الجمعية تحتاج إلى بناء وقف. الجمعية عبارة عن محلات إيجار، فتريد أن تمتلك مقر، والمطلوب هو شراء أرض، هذه الأرض ثم بناءها مرة أخرى محلات وشقق استثمارية ومقر للجمعية. في اليوم فزعتكم وقفتكم. المستودع الخيري موجود في مقر آخر، والله أنه إيجار 100,000 ريال، وهذا الآن مقر أيضا بالإيجار. فاليوم حتى تؤدي الجمعية رسالتها وتؤدي مهمتها على أكمل وجه تحتاج إلى وقفتكم يا أهل الخير والإحسان. انشر هذا المقطع، لا يتوقف عندك، وأيضا ساهم بمالك بال100 ريال و200 ريال. أسأل الله في هذه الساعة، ساعة الاستجابة ونحن صائمون، أن الله يغفر لكل من نشر هذا المقطع، ويبارك له في ماله ولده، وأن يعلي مقامه ويحسن ختامه ويبارك له في ماله ولده. أسأل الله عز وجل أن يجعله من أهل الدرجات العلى، وأن يوفقه في الدنيا والآخرة، وأن يبارك له في ماله ولده. انشر هذا المقطع وساهم بالقليل والكثير، الله لا يحرم.